نظمت جمعية شموع تلمسان المكتب البلدي لبلدية الغزوات حفلا فنيا بمناسبة الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقحمون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. كما شهد الحفل عدة نشاطات ثقافية وتعليمية وورشات عديدة من طرف أعضاء الجمعية الذين أثبتوا مستواهم التنظيمي والاحترافي في هذا الحفل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معنا اليوم في نشاط جمعية شموع تلمسان الثقافية، وهي جمعية ولائية لها عدة مكاتب بلدية، بلدية الغزوات، بلدية ندرومة، بلدية مغنية، وعدة بلديات حوالي 14 مكتب. هي جمعية ثقافية تحتوي وتنشط مع جميع الفئات، الأطفال، الثانويين، الجامعيين، آباء، أمهات، نساء. هدفها أنه تنشر الثقافة والوعي في المجتمع وتنشئ طالب الواعي العامل الخادم لدينه ووطنه وأمته. وبارك الله فيكم. وهذا النشاط كان نشاط حول الثورة الجزائرية، اندلاع الثورة. أردنا أن ننشر فكرة الثورة وندعمها لدى أبناء الغزوات، ونعرف بالمجاهدين وبالشهداء وبتاريخ مدينتنا وبتاريخ شهدائها ومجاهديها. نشكركم ونشكر فضلكم وسعيكم، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه القناة وأن يوفقكم ويفتح لكم وبكم.